بدأ الصيف والمصايف هتبدأ وروتين أكلنا هيتغير، والحر هيخلينا عايزين عصاير دايما مسكرة. فازاي نطلع من الصيف بأقل خسائر ممكنة، ما نخسرش تعبنا على مدار الفترة اللي فاتت كلها؟ في حاجة واحدة بلجأ لها لما بنزل مصر، باخدها دايما معايا، وهو ده سلاحي لإنقاذي من إن أنا ألخبط في الأكل. هو بذور الشيا وقشور السيليوم، بحطهم مع بعض. هو لا شكله حلو ولا طعمه حلو، بس لو عايزين ما نلخبطش وما نخسرش وصلنا له، لازم نضحي شويه. وهي بتبقى كوبايه بس واحده قبل كل وجبه، وبعديها كوبايتين ميه. ازاي هنعمله؟ هنجيب كوبايه نحط فيها معلقه بذور الشيا ومعلقه قشور السيليوم ونقلبها، ولو عندنا بذور الكتان كمان ضيفوها، انا حاطه برضو بذور الكتان معايا عشان عندي. وبنقلبه كويس قوي، وبعدين بننقله في ازازه ونحطه في التلاجة. وكل ما نطلعها لازم نرجها علشان بيبقى فيه تكتلات تحت. طبعا وهي ساقعه احسن كتير من وهي سخنه، عشان احنا اصلا بنبقى حرانين فعايزين حاجه منعشه، فما يبقاش طعمه مش حلو وكمان سخن. فالافضل انكم تحطوه في التلاجة وتشربوا منه كوبايه قبل كل وجبه. ومش لازم خالص الازازه تخلص كلها في نفس اليوم، ممكن نكمل اليوم اللي بعده، ولما تخلص نبقى نعمل تاني. بجد ده الحل السحري اللي دايما باخده معايا وانا نازله مصر، علشان ينقذني لما بروح مصيف او من اي لخبطه، او لما هروح اكل بره. هو بيعمل زي بالونه في البطن، وبعديها بتاخد كوبايتين ميه، فبطنك بتبقى مليانه سوائل. فلما بتيجي تاكل، حتى لو اكلت اكل مش صحي، ما بتقدرش تاكل بكميه كبيره، فبتطلع باقل الخسائر اللي ممكنه. دايما بجربه ودايما بيجيب نتيجه حلوه الحمد لله معايا. جربوه وقولوا لي رايكم.